لوين رح نروح؟ انت حر، بس انا رايح مشان اسمع قرار موتي. ليش من ايمتى هيك؟ يلي بيقوص على حراس المعبد بيحكموا عليه بالموت؟ القصة مو بهالسهولة. بسبب الزلمة يلي قوصت عليه مع الروسي؟ مين هذا الزلمة بس بدي أعرف؟ ما عاد بيهم هلأ مين بيكون وشو بيكون. حاولنا ناخد بيتارنا وما نجحنا بهالشي. على قليلة خلينا نروح وندفع ثمن الشي اللي عملناه. مثل ما بتعرفوا عام 2015 هو الذكرى المية على ادعاء الأرمن للمجزرة، وبناء عليه وحسب تقارير الاستخبارات الخاصة اللي وصلتنا بآخر فترة وعن طريق الوكالات الأرمنية عم يلاحظوا تحركات مريبة وغير عادية. حسب تقارير الاستخبارات اللي عم تحكي عنها، شو هو احتمال يصير عمليات؟ ما وصلنا لدليل مادي لتخطيط لأي عملية، بس طبعا محور الموضوع يلي هو لفت انتباهنا لهالاحتمال، في عميل أرمني معروف لإلنا آخر فترة سافر أكثر من سفرة على إيران، وقائمة المخابرات يلي قابلها بإيران صارت بإيدنا، وبعض من هدول المخابرات بهالفترة عم يتحركوا بشكل شبه سري مع عملاء سريين لوكالات الاستخبارات الإسرائيلية. بالفترة الأخيرة الواضح إنه حرب المخابرات تفاقمت بالمنطقة. ورا هي الخطة يلي شرحت لي إياها واضح إنه في حملة مضادة على جهاز استخباراتنا ونفوذه بالمنطقة من شان تحجيمه وضرب معلوماته. رح أطلب من حضرتك تعمل بحث كامل بخصوص هذا الموضوع وتجهز تقرير وتبعت لي إياه بأقصى سرعة. أنا رح أفتح الموضوع الثاني طالما إنه سكرنا على هذا الموضوع. تعرف إنه همنا الأساسي عمليتنا يلي دربنا فيها عميلنا ليدخل على حراس المعبد. جهزنا مراد سنين طويلة من شان هي العملية، وبما إنه حاليا قربنا نوصل فيه للهدف، نتفاجأ إنه تصاب بإيد عاكف يلي هو تحت إمرتك. هالشي بيخلينا نشك إنه أنت يلي خليته يعمل هذا الشي. والسؤال هو هل تحرك عاكف بأمر منك ولا تحرك هو من تلقاء نفسه؟ لا، عاكف خسر زميلين لإله بالفريق تبعه، ولهيك تصرفاته بيحكمها حب الانتقام، ولهذا السبب يمكن وقع بنقطة ضعف بهي العملية. وصلتنا معلومة انه عابد صار مع حراس المعبد. عابد كان من المقربين إلك. عم تعمل شي اي خطة تانية من دون ما تخبرنا بتفاصيلها؟ عابد باعتقاده اني ميت من زمان ولحاله تسلل بين حراس المعبد لحتى ينتقم لي، وانا لهلأ ما تواصلت معه. بهيك عملية مهمة إلنا ما رح نقبل بأي ضعف، ما رح نقبل نخسرها بسبب ضعف عابد أو عاكف. هاي العملية لازم تنجح. أنا يلي رح أقوله إنه هذا يلي صار ما لازم يمر من دون عقاب، وإذا باقي الأعضاء كانوا عم يفكروا مثل ما عم فكر، بطلب من الشايب إنه هو يصدر الحكم بهذا اللي صار. شو عم نعمل هون؟ لازم نروح نجيب رهف. تعبنا منك بما فيه الكفاية مارغريت. إذا هديتي شوي رح نتحرك بشكل منطقي أكتر. أنا مالي ناطرة منك المنطق، أنا عم بأمرك لاقي لي رهف. طيب منروح ومنلاقيها، بس منعرف مين اللي أخدها؟ مين اللي ممكن ياخدها؟ مين ممكن يلحقه لمراد؟ يا عبد الحي الكي جي تي. بدي منك تداهمن بكل مكان محتمل يكونوا فيه. بتاخد بنتي بتقتلن كلن. فهميني، إذا عملنا هالشي قبل ما نعرف شو صار بالأستاذ رح تكون نهايتنا كلياتنا. ليش ما تقولها بكل صراحة؟ عم تتحجج بالأستاذ لأنك خايف من عبد الحي وخايف من الكي جي تي.
متاهمين المكان. الأستاذ وعابد مانهم بمكان الحادث. شو يعني مالهن هنيك؟ الشباب ما شافوا كاميرات المراقبة؟ يعني طلعوا عايشين ولا خطفوا جثثهم؟ في عنا عنصر مصاب كان معهم جوا، قال انه الأستاذ تصاوب وعابد حمله بالسيارة وهربوا. ومراد؟ لحقوه وطلعوا مراد من هنيك من غرفة العمليات. سيد متى، مهمتك لازم بسرعة تلاقي وين عابد أخذ الأستاذ. يعني إذا كان رونالد بعده عايش وتواصل مع المجلس وما عرفنا نقضي عليه قبل ما يحكي لهم، وقتها رح تكون نهايتنا. يعني عم تعطيني أوامر صريحة بقتل الأستاذ؟ مشان نضل عايشين وما يصيرنا شي بدك تقتله. بويرز، عرف لي لوين أخدوه لمراد، روح واستجوبه وبعدها قتله فوراً. افتح الباب. خسر دم كتير، متصاوب من ظهره. ما تقلق عليه، يلي جابنا لهون بالليل رح يجيب دم معه. لازم يضل عايش، ونحن ما اجينا مشان يموت. الأحسن تنتظرنا برا. هات أعطيني موبايلك وبعد لي السيارة من هون. اجيت مشان اخذ منك الحكم. كسروا لك قلمك. سيدي، في عندي طلب أخير. ما بدي حدا من رفقاتي هو يلي يطبق الحكم علي. أنا سبق ونبهتك يا عاكف، إذا تحركت بمشاعرك ما رح تقدر تاخد بتارك، وبهي الحالة رح ياخد بتارك رفقاتك وانت رح تضيعه. سيدي، أنا جاهز لأدفع ثمن كل اللي صار. نحن ما اشتغلنا عليك لحتى تدفع الثمن، بالعكس لتدفعهم لإلهم الثمن. كل واحد له أسلوبه ليخليهم يدفعوا الثمن. بلاها هالحجج، انت تصرفت بعواطفك بهالعملية وما رح تهتم من هلا ورايح بموضوع رهف. بسببك انكسر قلم عابد. رح تنقذ حالك ورح تنقذ عابد من الوضع يلي وصلته له. بدك يعني انقذ عابد؟ لو قلت لي قوص على عابد بالأول بعدين قوص على حالك رح أفهمك. عابد واحد خاين، كنت رح أقتل الأستاذ ومنعني، وفوقها قوص على نهاد. ما بدك عابد لحتى تقدر توصل للأستاذ؟ روح لاقي عابد والأستاذ، وخلال 24 ساعة بالكتير طلع حالك من الجرة يلي وقعت فيها. رح روح ولاقي الأستاذ، بس إذا طلع عابد وقف مرة تانية بوشي ما رح أتعرف عليه هالمرة. عمل يلي لازم تعمله.
الوضع؟ وقف قلبه مرتين بالعملية. الدكتور رجعه يشتغل. بدك نتخلص من اغراض الزلمة؟ في مين عم يلحقكم؟ لازم احكي مع صفية قرخالي. فيك تجهز لي هذا الموضوع؟ نص ساعة. حروق الأغراض بسرعة. حاضر. جهزوا لي الزلمة، بدي طلعه. لا، ما في يطلع، لازم يضل تحت المراقبة يومين. أنا ما عندي وقت. ما تجي لعندي مثل عمي ميماتي. أنا بتضايق من هيك شغلات. مسدسي كمان في رصاصة. الرصاصة اللي بسلاحك ما رح تقتلني يا نهاد. وشو ميزتها لهي؟ عير الساعة. معي 24 ساعة، وإذا ما قدرت تلاقي عابد قبل ما يخلصوا بدك تحطها براسي.
عفوا إذا بتريد. مري مدام، شو بتشربي؟ شي خفيف. تحبي أعمل لك كوكتيل؟ كتر لي فيه عصير الأناناس. إيه حاضر. تمام. تفضلي. شكرا. العفو. نعم يا عابد. بالله كيف عرفتي انه انا؟ بعرف شخصين بس يلي ممكن يعملوا هيك شي. الأول مارغريت والتاني أنت. كان عندك فرصة 50% وهلأ صرت أقرب لتكون سخيف. معناها انا ببالك. لا تسأل، على طول. عم فكر وقول لحالي شو لازم أعمل لأخلص وطلع عابد من راسي. فيني ساعدك كتير بهذا الموضوع. واضح أنك شخص بتحب كتير المساعدة. مو لاني بحب المساعدة، انا هلأ رح اطلب منك مقابل لهذا الشيء. شو هو؟ ولا كمان أنت ما فيك تطلعني من راسك؟ انت ما بتروحي من بالي ابدا يا صفية. بس مو هي المسألة تبعنا، انا بحاجة لمساعدتك. لو كنت بهاي المرحلة عم بتموت من العطش تأكد تماما انه مستحيل اعطيك نقطة مي. انت ليش على طول بتزعجني؟ صفية، الموضوع كتير مهم، انت الوحيدة اللي فيك تساعديني. انبسطت بتليفونك بس مو معناتها انه تاخد شو ما بدك. كيف صرت أرتكن؟ الحمد لله أحسن. العمر إلك إن شاء الله. وأنا هلأ مستعد لأعمل كل واجبي وأخذ بتار رفقاتنا. أي نورة، اجمعي لي كل شي عنا بخصوص عابد وجيبي لي إياه. عاكف، ليش خبيت عنا انك رح تعمل عملية؟ هاي العملية ما كانت للكي جي تي، كانت عمليتي لإلي. على القليلة كان لازم يكون عندي علم فيها. ليش؟ بشو بتفرقي انت عن باقي رفقاتنا؟ إذا أنت عم تحاول تكسرني فأنت عم تنجح بهالشي. أي نورة، ما عنا وقت نخصصه لهي الشغلات. حاليا انه نقوم بشغلنا اهم من كل شيء. لهذا السبب ارجوك جيبي الملف اللي طلبته بسرعة. نهاد، نحن بعتناك لعند عاكف مشان تعملوا كل هالمشاكل. اتصلت فيك معلم وانت ما رديت. وانت اذا ما قدرت تحكي معي بتقرر تكمل مع عاكف قدامه مقر حراس المعبد، ما هيك؟ جاوبني. كان عاكف رايح على الموت، يعني بدك ياني اتركه لوحده ليموت بيناتهم؟ وليش بده يموت؟ عابد هنيك كيف رح يسمح انه يموت؟ معلم، عابد قوص علينا وكان رح يقتلنا. كيف قوص عليك وبعدك عايش؟ كنا عشوي رح نموت، طلعت 3 رصاصات من الواقع. ابني، عابد ما بيعرف يقوص على نص راسك؟ ليش لا يقوص على الواقية؟ ما رح تصدق قوص علي مشان يقتلني، ومن حسن حظي ما تصاوبت.
شو عمل عاكف بعد الاشتباك؟ راح مشان يقابل الشايب. وين قاعد هذا الشايب؟ ما بعرف، نزلني من السيارة بنص الطريق وراح. وليش حضرتك ما لحقته؟ معلم الزلمة عاقبوا المجلس، قالوا له معك 24 ساعة، وانت شو بدك منه هلأ؟ كيف؟ ما فهمت عليك. كأنك حبيت عاكف وتعاطفت معه. أكيد مو بقدر حبك لعابد، كمان في حكم على عابد رفيقك. مثل ما توقعت رجعت على المطعم والدنيا قايمة قاعدة، بس الغريبة أنا ما لقيت جثة مراد جنب جثة رفيقه ييغور. لأنه مراد ما مات، مراد كان متصاوب. كنت متوقع منك شغل أحسن من هيك. صارب، مو أنا اللي عملت هاي العملية، ما إلنا علاقة فيها. مين اللي وراها؟ وأنا عم حاول أعرف مين اللي وراها. الوضع معقد أكثر مما توقعت. ناطرة هلأ لتهدى شوي الأجواء، وبس يموت مراد رح نحتفل لأنك رح تصير البارون. صدقيني أنا ناطر هالشي بفارغ الصبر. بقي شوي، يعني إذا رفيقك مراد ما مات لهلأ بدي منك تروح وتزوره وتوقف جنب مراد بهذا الوقت الصعب، وهيك تعطينا المعلومات اللي بدنا إياها. تعال عبد الحي، في عندي أخبار حلوة لك. ماني متعود اسمع أخبار حلوة من الختيارية يا أستاذنا. أخذنا رهف من حراس المعبد، وضع منيح كتير، صحتها كمان منيحة. عاكف أخذها؟ لا يا عبد الحي، الفريق الخاص للشايب هو اللي جابها. طيب وأنا ليش ما كان عندي علم بهيك عملية؟ صحيح أنا كنت وعدتك إني خبرك، بس هيك الظروف صارت. ورهف وينها هلأ؟ هلأ هي عند السيد عمر والست نازك. ومين هلأ عم يحميهم؟ عيلة مراد على مدار كانت عايشة بأمان طول الوقت لأنك أنت مأمنهم. كيف يعني؟ Aşkın olmasa önüm gelir alır gider. أهلين. نعم ماما. بنتي ماما شبكي صاير لك شي؟ تعي لعندي، في مفاجأة. بابا عمر جنبك شي؟ جنبي يا بنتي، جنبي. أنا جاي فورا لعندكم. راح تتفاجأ خالته ليلى لما تشوفني. راح تكون مفاجأة حلوة كتير. بابا عمر ألف مبروك. شكرا يا ابني. قابلت عابد شي؟ شو خطر عبالك هالخاطر؟ رهف عم تقول انه عابد هو يلي جابها. يا ريت هو اللي كان جايبها، بس للأسف مو هو. معناها مين يلي أنقذ بنتنا؟ ونحن حابين نعرف مين اللي أنقذها. وكيف رح تعرفوا هالشي؟ البنت قالت لنا انه عابد. بابا رح اخذ رهف واعمل لها فحوصات. يا رجال خير، مين اجا لعنا؟ هذا عبد الحي. وليش هيك واقف على الباب برا؟ ليش عم تقطع بنصيبه لهالشاب من الضيافة؟ خليه يفوت، خليه يلحق، الفطاير سخنة. ما رح ابعت رهف على مطرح.
خلي يلي لازم يشوفها يجي لهون يشوفها. بابا شو مانك واثق فيني؟ أنا مستعد موت ولا تضيع رهف من إيدنا. ما بدي إياك إنك تموت يا عبد الحي ولا تروح البنت. بابا هاي المرة بتعرف هالبيت، لازم نعمل هيك مشان نكون بعاد عن إيدها وما نخليها توصل لهون. بابا ما بدي حدا يعرف ولا بأي شكل إنه رهف رجعت لعنكن وصارت هون بالبيت. يلا تعالوا بسرعة لأنه أنا أكلت كل الفطاير. تعالي لهون يا قطة. عمودة إنك شوكتني كتير، صاير عندك دقن طويلة مثل روبنسون كروز بالقصة. طلحت، خبرك محمد كيف قدر عابد يمول عمليته ومن وين مصادر تمويله؟ ما كان عنده وقت يحكي لي. فولكان، الثغرة اللي بحساباتنا احتمال كبير تكون من وراء عابد. حاولوا تقارنوا لي حركة عابد مع حركة المال تبعنا. حاضر. إذا عرفنا كيف قدر عابد يخترق نظامنا، وقتها فينا نعرف مين يلي عم يساعده. بدي أعرف كل شي عن هدول الرجال يا أرتيغان. ومين هدول؟ هدول اللي كانوا يشتغلوا مع عابد. ممكن يكون عم يتعامل معهم ليساعدوه مثل ما تعامل قبل مع محمد شلبي. من هلا ورايح نهاد رح يشتغل معنا. معناتها خود، هاي مهمتك الأولى. بدي أعرف كل شي عن هدول. بس هاد أنا بعرفه. هاد مبرمج. من وين بتعرفه؟ المعلم مراد علمدار جاب هالمبرمج مشان يركب هذا النظام. وأنت متأكد من هالحكي؟ بلشت شغلي بالكي جي تي بالشاي. هذا المبرمج أصم وأخرس وبيحب الشاي الفاتح. ايه اهلا وسهلا بنتي. أهلا وسهلا فيك بابا. وين ماما نازك؟ ايه كيفك ماما؟ خبريني شو المفاجأة؟ أي مفاجأة بنتي؟ اتصلتي فيني وقلتي لي في مفاجأة. أنا اتصلت فيكي يا رجال. أنا ليش اتصلت فيها؟ مو كتير مهم، أنا مبسوطة لأني إجيت. ماما نازك محضرة شوية فطاير، تاكلي شي؟ معناتها أنا رح أعمل الشاي. إيه. تعرف بابا، منيح ماما طلبت إني إجي.
أنا كنت جاية لأنه بدي أحكي معك. خير بنتي، احكي لي، ليش ايدك يا عم يرجفوا؟ تعالي عادي لنشوف. احكي لي. بابا، بسبب مارغريت عملت شي بحياتي ما سبق وعملته. شو صاير يا بنتي؟ صاير شي بينك وبين هي المرة ونحن ما بنعرف فيه؟ بسبب هاي المرة عملت شي كتير كبير بحياتي ما رح أقدر صلحه يا بابا. قتلت زلمة. قتلتي زلمة؟ مين هو؟ هداك اليوم وقت رحت لقابل صفية ما لقيت غير مارغريت طلعت بوشي. طلعت سلاحي مشان اخذ رهف منها. ما عرفت شو بدي اعمل بلحظتها. بالاساس ما كنت بدي قوص، كان هدفي اني خوفها واعرف وين مكان رهف، بس خفت وقت لقيت الحارس تبعها هاجم ناحيتي وكبست على الزناد. بابا، أنا ما فيني أعيش بعذاب الضمير كل عمري، ما عم يغيب عن عيوني. قلي شو بدي أعمل؟ بنتي، انت مؤمنة بالعدالة وانت اساسا من حراس العدالة. اجا عبد الحي وجماعته بعدوني من هنيك غصبا عني وغطوا على الحادثة كلها، بس ما قدروا ينجحوا بهالشي. فيك تغطي مكان الحادث وكل اللي صار، بس كيف رح تقدري تبرئي ضميرك؟ بابا شو بدي أعمل هلأ؟ يا بنتي، ما حدا بيعرف بهذا الشيء أحسن منك. مثل ما بشغلك بتطبقي العدالة على المتهمين عندك، لازم تحطي حالك بالميزان تبعك نفسه. انت غطي لي هون، وانت روح لهونيك. فرش لي هالغطا هون. رتبوا لي المكان كله. كارا، عبد الحي أنقذ رهف، وأكيد بيقدر ينقذ لك حفيدك. برأيي لازم تشرح له الوضع لعبد الحي. إذا تحركنا كلنا مع بعض فينا ننقذ حفيدك. الشيء الوحيد اللي بيربطني بهالحياة هو حفيدي. ابني مات بسببي أنا، وحفيدي ما راح يموت بسببي هالمرة. فهمني؟ ما فيني خاطر بحفيدي وعرضه للنار. برأيك شو المقابل اللي راح تقدر تسترجع فيه حفيدك؟ شو في عندك لتقدر توعد فيه بوهرس؟ عمو عبد الحي ليش اجينا لهون؟ لسه ما لحقت اشوف ستي وجدي واشبع منهم. بنتي، في عنا شغلة صغيرة بدنا نشتغلها هون، وبعدين رح رجعك لجدك وستك بس نخلصها. انا بعدني صغيرة، شو بدنا نشتغل؟ شو جاهزين يا علي؟ جاهزين معلم. ألف مبروك يا عبد الحي، أخيرا اجتمعت بأمانة أخونا. الله لا يوقعك بهالوضع مرة تانية.
شكرا كارا، وأنا دعيتكم لهذا السبب. خير يا عبد الحي، رح نرجع نفوت على الجبل؟ انتوا اسمعوني وأنا رح أشرح. تعالوا لهون. ايه بنتي، يلي أخدك لعند جدك واحد من هدول الرجال المقنعين. بدي تورجيني أي واحد منهم يلي جابك. هدول كلهم ثيابهم مثل بعض. يمكن تعرفيه من صوته. بس هو ما حكى معي. ليش ما حكى معك؟ ما بعرف، بس متأكدة ولا واحد منهم كان بيشبه عمو عابد كتير. رهف، كأنه رباط بوطك مفكوك. لا مبلا ليكو مفكوك. علي، أعطيني هداك الكرسي. حاضر يا معلم. تفضل. عادي يا حبيبتي رهف، يلا. قربوا لهون، قرب. تعال انت. قرب جنبه، قرب. خليك هيك تمام. يلا شباب اطلعوا، يلا 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 بسرعة شوي، يلا يلا لك يلا. شكرا حبيبتي رهف، انت روحي مع عمو علي وأنا جاي هلأ. نادوا على باقي الشباب. جيبوا الكاميرا. يلا يا شباب تعالوا. نحن منعرفك منيح، ولصالح مين عم تشتغلي. نحن يلي قتلنا القاتل الروسي أوليغار إيغور وانتقمنا لشهدائنا الأبرار. شفتوا بعينكم شو فينا نعمل. إذا نفذتوا يلي رح نطلبوا منكم رح نحرر البنت. إذا ما تم إطلاق سراح أبطالنا الموجودين بغوانتنامو خلال 24 ساعة ما عاد رح تشوفوا البنت مرة تانية. وقد أعذر من أنذر. بكرر معكم 24 ساعة وبس، ولا ما عاد تشوفوا البنت بحياتكم. تعرفوا لهالزلمة؟ ايه. في عنده كم سؤال لإلك.
بتعرفه لعابد من زمان كتير ما هيك؟ بدك تسأله على مهلك منشان يقدر يقرا شفايفك. انت بتعرفه لعابد من زمان ما هيك؟ ايه. معناها صحبتكن قوية. ايه. يعني لو عابد كان بمشكلة كان أكيد اتصل فيك. هذا بيتعلق بالمشكلة. مثلا إذا كان بده يدخل على نظام الكي جي تي كان رح يجي لعندك؟ إجا قبل 3 شهور وطلب مني يدخل على النظام ونقول له المصاري اللي بيحتاجهم لحسابه. يمكن صح ما عندك لسان، بس تمك رخو وبيحكي دغري. ما بيعجبني المزح بهيك مواضيع. امتى آخر مرة حكيت مع عابد؟ يعني امتى آخر مرة اتصل فيك؟ قبل بشهر. شو كان بده؟ كان بده مني نقول له مصاري بقيمة 25 مليون دولار لحسابه. في شي حدا تاني غيرك عم يساعده لعابد؟ ايه. مين يا أخي ما بدك تقول؟ محمد شلبي. وين منلاقيه لهذا الزلمة؟ ما حتلاقيه لأنه مقتول. متأكد إنه عابد ما تواصل معك بهاي الفترة؟ عابد واقع بشي مصيبة؟ إذا ساعدتنا فأكيد لا. أنا حكيت لكم كل شي بعرفه. أنت عم تغلط. نحن بدنا نساعد عابد يا أخي. بالنهاية نحن كلنا عم نشتغل على نفس القضية. طلع حياة عابد بخطر حقيقي. إذا أنت كنت حابب تساعده عن جد لازم تقلنا كل شي بتعرفه فورا. عابد ما اتصل فيني، بس بعرف انه هو اتصل برفيقي من قبل 3 أيام. رفيق؟ هذا مختص بعالم الجريمة. وين فينا نلاقيه لرفيق؟ عابد طلب من رفيق مكان يتخبى فيه.